وانا هيخش لي كام من ورا العميل او هيخش لي كام معموله من ورا البيعه دي. مش كل الناس اللي في المجال عندهم خبرة فعلية، بس انت شايف الخبرة دي ينفع حد يكتسبها؟ طبعا اصل هي الشغلانه بتاعتنا مش روكيت ساينس، بس هي في الاخر قايمه على معرفه وقايمه على مصداقيه وقايمه على ان انت تبقى راجل محايد. يعني النهارده لما احنا خلقنا الشغلانه دي، ولا خلي بالك احنا 2008 قبل 2008 ما كانش فيه الاندايركت سيلز او هو ان المسوق يسوق للمطور، والحمد لله وربنا كرمنا انا ومعايا خالد بهيج ومعايا اخرون في الشركه، حطينا موديل اللي هو التسويق اللي هو سميناه ايميها نيو هومز او الاندايركت سيلز. لما جينا عند المسوق سميناه ايه؟ سميناه بروبرتي كونسلتنت. اوكي طيب يعني ايه بروبرتي كونسلتنت؟ يعني ايه اهم حاجه لازم تبقى موجوده في البروبرتي كونسلتنت؟ ان هو يبقى راجل حيادي، صح؟ عشان كده انا بضحك، وطبعا بما ان احنا كله داخل على بعض كله، الاقي النهارده اي ديفلوبر كاتب على الكارت بتاع السيلز بتاعه بروبرتي كونسلتنت. طب انا معلش انا اسف، يعني انت بروبرتي كونسلتنت عند الديفلوبر ازاي؟ طب انت محايد ازاي؟ ولا انت بروبرتي كونسلتنت انت بستشيرك اخدها 2 بيدروم ولا 3 بيدروم؟ يا جماعه بروبرتي كونسلتنت يعني راجل شايف الماركت كله وما عندوش يعني مش بيبص لجيبه. خلينا نتكلم بالعربي بالبلدي يعني. صح، مش بيبص لجيبه، بيبص للعميل ده بيدور على ايه وايه مصلحه العميل. هدفه الاول مصلحة العميل، مش هدفه انا هيخش لي كام من ورا العميل او هيخش لي كام معموله من ورا البيعه دي. صح. عشان كده رحنا مثبتين العموله على البياعين. يعني احنا اول ما خلقنا الموديل ده كان البياع بياخد رقم ثابت على المليون. ليه؟ عشان لما يجي يعرض على المطوع على الكلاينت المشاريع، يبقى مش فارقه معاه العميل ده هيشتري هنا او هنا او هنا، هو بياخد نسبته رقم ثابت على المليون. وصلك؟